تخيل أنك تستيقظ لتجد أن قريتك بأكملها نائمة. الجميع من الأطفال إلى كبار السن غارقون في نوم عميق، لا يستجيبون لأي شيء من حولهم. تمر الساعات ثم الأيام ولا أحد يستيقظ. ما الذي يحدث؟ هل هو مرض؟ هل هي تجربة علمية؟ هل تسرب غاز خطير؟ أم أن هناك قوى خفية لا نراها تتحكم بما يحدث؟ في هذا الفيديو سنروي لكم القصة الحقيقية والمثيرة لقرية كالاكي في كازاخستان، حيث نام العشرات من السكان فجأة لعدة أيام دون أي تفسير. فاستعدوا، لأن ما ستسمعونه قد يغير نظرتكم للواقع إلى الأبد. ولكن قبل أن نسرد لكم وقائع القصة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تقع قرية كالاكي الصغيرة في شمال كازاخستان، منطقة هادئة ومعزولة لا يعرف عنها الكثير من الناس. في يوم عادي من عام 2013 بدأ بعض السكان يعانون من أعراض غريبة: دوخة مفاجئة، هلوسات، ثم نوم عميق لا يمكن إيقاظهم منه. في البداية ظن الأهالي أن الأمر مجرد تعب أو عدوى موسمية، لكن خلال أيام قليلة تضاعف عدد المصابين: رجال، نساء، أطفال ينهارون فجأة في الطرقات أو داخل منازلهم وينامون بلا وعي لعدة أيام. انتشر الخوف في القرية. هل هو فيروس قاتل؟ هل تعرضوا لتسمم غذائي؟ هل هو شيء في الماء أم في الهواء؟ تم استدعاء أطباء ومسعفين من العاصمة، وأغلقت القرية بالكامل. لكن الغموض ازداد، فحتى بعض المسعفين أنفسهم بدأوا بالنوم بنفس الطريقة الغامضة. بدأت الحكومة بإرسال فرق طبية وباحثين فيزياء وكيمياء وبيئة. أخذت عينات من التربة والماء والهواء، وتم فحص كل منزل في القرية. النتائج كانت صادمة. تم الكشف عن وجود نسبة مرتفعة من غاز أول أكسيد الكربون تحت الأرض. مصدره منجم يورانيوم قديم كان مغلقا منذ سنوات. الغاز تسرب ببطء من باطن الأرض دون رائحة أو لون، ما جعله قاتلا صامتا. هذا الغاز يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ، مما يسبب فقدان الوعي ثم النوم العميق لفترات طويلة. الغريب أن بعض السكان أفادوا أنهم رأوا أحلاما مكررة أثناء نومهم، بينما ذكر آخرون أنهم فقدوا القدرة على التمييز بين الواقع والخيال بعد استيقاظهم. كما ظهرت أعراض أخرى على البعض، مثل فقدان الذاكرة، التعب الدائم، وحتى التلعثم في الكلام. وبدأت تنتشر الشائعات: هل هو اختبار سري من الحكومة؟ هل تم استخدام تكنولوجيا للتحكم بالعقول؟ أم أن هناك طاقة مغناطيسية مجهولة تؤثر على الناس؟ في النهاية قرروا إخلاء القرية بالكامل. تم نقل السكان إلى مناطق آمنة، وأغلقت السلطات منجم اليورانيوم بإحكام. ورغم مرور سنوات على الحادثة، إلا أن بعض السكان ما زالوا يعانون من أعراض مزمنة. أما القرية نفسها فبقيت مهجورة، صامتة، وكأنها دخلت في سباتها الأبدي. قصة كالاكي ليست من الخيال العلمي، بل هي حقيقة موثقة حدثت في القرن ال21، وهي تذكرنا بمدى هشاشة الإنسان أمام قوى الطبيعة والتكنولوجيا، وبأن هناك الكثير من الأمور التي لا نفهمها بعد في هذا العالم. ففي زمن تتقدم فيه البشرية علمياً، ما زال هناك أسرار تحت الأرض قد تغير مجرى حياة قرية بأكملها في لحظة. ما رأيك في هذه القصة؟ هل تعتقد أن الغاز وحده هو السبب، أم أن هناك ما لم يكشف حتى الآن؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك لمزيد من القصص الغريبة والغامضة.